أهلا بيك، أنا سارة وحابة ناخد هدنة صغيرة نحكي فيها عن اللي جوانا ونسمع نفسنا من جديد. دي رحلتنا سوا ويلا بينا. جاي أتكلم النهاردة عن حقيقة قد تكون موجعة بعض الشيء، قد تكون مرفوضة من كل واحد فينا ومحدش عاوز ولا حابب يصدقها رغم اقتناعنا التام بيها. أنا مش هكدب عليك، في حاجات فعلا كانت تستاهل نحاول فيها، نحارب عشانها ونتعب ونفكر ونرجع نحاول من تاني. لكن لازم تدرك ان في حاجات كل ما هتحاول فيها اكتر هتخسرك، كل ما تقرب منها تبعد عن نفسك. في حاجات ما كانش ينفع نحاول فيها اكتر من كده. عاوزاك تعرف ان مش دايما فشلك هيكون لانك محاولتش كفاية. اوقات الفشل بيجي لانك بتحاول في اتجاه غلط، في مكان مش مكانك، بتصر على علاقة هي لازم تخلص، بتفكر في فرصة راحت منك، بتلوم نفسك على قرار قديم خدته ما كانش ينفع تاخده، او تقعد تفتش في غلط كان مفروض يتنسي من سنين. فتيجي لحظة معينة بتيجي من كتر التفكير والتعب والإرهاق، لحظة بتكلم نفسك فيها تقول أنا مش قادر أكمل كده. الحقيقة إن اللحظة دي مش دايما معناها إنك تنهار، لكن مرات كتير جدا بتكون لحظة وعي حقيقية. تعالوا نحكي شوية. خلينا ننوه عن حاجة، وهي إن كلامي لا يرفض ولا يعترض المحاولات، لأني بعتقد إن المحاولات هي اللي بتساعدنا إننا نوصل للنهاية. إما هتكون سعيدة ويتحقق مرادك، أو هتدرك إنه خلاص زي ما بيقولوا كده، إما هتصيب أو هتخيب وتنتهي محاولاتك مع انتهائك للتفكير في الشيء ده. فلازم محاولاتنا يكون ليها ليميت ونكون مقتنعين جدا بده، لانك لو عملت عكس ده انت هتفضل عايش في محاولات مش في الحياة، وده بقى الخطر اللي بجد. تفضل عايش بتحاول ترجع اللي راح، تحاول تفهم اللي ملوش تفسير، تحاول تخلي نفسك شبه ناس معينة وانت طبيعتك مختلفة، انت اصلا مش شبههم ولا المفروض تكون. انت مش المفروض تكون غير نفسك. في وظيفة سبتها، وفي ناس بعدوا، وفي فرص راحت، وفي نسخ منك زمان ماتت، وانت كل شوية تحفر في الماضي وتقول طب لو كنت، طب لو عملت، جلد ذات. وبعدين وللأسف كلنا بنقع في الفخ ده. بس الفرق بين اللي بيكمل حياته واللي بيغرق فيها هو ان الاول خد قرار وقال انا هسيب الحاجة دي زي ما هي وهكمل من هنا مش من هناك. في افكار بترهقك اكتر من اي تعب جسدي، انا متفقة معاك. تفكيرك في المستقبل اللي مش واضح، حيرتك من الحاضر المبهم، اسئلتك اللي مش لاقية اجابة، والماضي، الشيء اللي في الماضي اللي بترجع له كل ما تبطل تلاقي معنى للي قدام. بس السؤال هنا ليك، لو هتعيش دايما تحاول تفهم الماضي وتتحكم في المستقبل وتحل الحاضر، امتى هتعرف تعيش بجد؟ انا متفهمة جدا ان في لحظات كتير بنبقى عاوزين نقف ونفهم بس ليه اللي كنا متأكدين منه خذلنا، وليه اللي تعبنا عشانه مطلعش يستاهل ده، وليه كل ما نحط امل في حاجة تتحول لخيبة. بس الإجابة مش عند الناس ولا عند الظروف ولا حتى التحليل المرهق اللي بتعمله كل ليلة قبل ما تنام ده. هي الإجابة جواك، بس مش الإجابة المباشرة اللي انت بتدور عليها. الإجابة هي انك تدور على راحتك، وراحتك هتيجي لما تاخد قرار وتقتنع انك مش لازم تكون عندك كل الإجابات، وانك محتاج تتعلم تعيش من غيرهم بجد. يعني يبقى عندك فن اللامبالاة، وده مش ضعف منك. الفكرة انك تعرف تقول لأ لحاجات كانت بتستنزفك وانت ساكت. على فكرة التساؤلات دي قد تكون من الحاجات اللي بتستنزفك وانت مش واخد بالك. فانت لازم تتعلم تحمي مساحتك النفسية والشخصية، تعيش حياة بإحساس خفيف من غير ما تشيل كل حاجة على قلبك وتتوقع انك لازم تكون كامل، لازم تكون ناجح، لازم تكون فاهم. بس انت مش لازم تبقى مثالي، مش لازم ترد على كل كومنت ولا تثبت نفسك لكل الناس ولا تفهم كل حاجة بتحصل. اوقات كتير كل اللي محتاج تعمله هو انك توقف معافرة، تسكت وتسيب اللي بيحصل ياخد مجراه، تسيب الدنيا تمشي زي ما هي عاوزة من غير ما تتدخل انت. هتلاقي ان في ناس لما بطلنا نطاردهم ارتحنا، وفي خطط لما بطلنا نجري وراها لقينا نفسنا بنعيش، وفي ذكريات لما قررنا ما نرجع لهاش
مع الوقت بدأت تبهت وتتنسي، وفي أفكار لما تجاهلناها بدأنا نسمع صوتنا من تاني. فلازم تعرف ان السؤال الحقيقي مش أسيب ده ولا لأ، السؤال هو لو كملت في اللي أنا فيه دلوقتي ده هبقى أنا ولا نسخة منهكة مني. لو الحاجة دي مهما كان ايه هي بتقلل منك، بتستنزفك، بتخليك تشك في نفسك، فأكيد محتاجة تتساب زي ما هي. خلاص يا صاحبي، خلاص انتهت، مفيش فيها إصلاح، لازم تنسحب. في النهاية حابة أقولك إن اللي عايز يفهم كل حاجة عمره ما هيعيش حاجة، واللي عايز يكون مثالي هيقضي عمره كله يجلد نفسه، واللي بيدور على راحته وفي رضا الناس عمره ما هيلاقيها. فسيب اللي خلاك تبطل تحب الحياة، سيب اللي كل مرة ترجعله بيرجعك لورا، سيب اللوم والندم والأسئلة والمقارنات، سيب حتى نفسك القديمة لو بقت عبء عليك. كمان عاوزاك تعرف ان في حاجات لما بنبطل نحاول نغيرها هي اللي بتبدأ تغيرنا. فسيب وهتشوف ان كل حاجة مشيت وما بقتش موجودة فعلا كانت محتاجة تتساب من الأول عشان تقدر تبدأ من جديد. وبس كده. الحلقة خلصت بس الكلام ما بيخلصش، ولو كلامي فرق معاك اعمل شير للي ممكن يكون محتاجه، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا. باي.